صباح الخير واهلا بيكم في يوم جديد. دلوقتي الساعة 7 المفروض الواحد ينزل يفطر وبعدين ان شاء الله نتحرك على المؤتمر، فيلا بينا ننزل نشوف الفطار. ده المفروض الفطار زي ما انتم شايفين، في حاجات لحوم طبعا دي مش حلال، في الحاجات العادية بقى فطار عادي. مشكلتهم ان على الصبح زي ما انتم شايفين الاغاني حاجة صداع على الصبح، بس يلا خير. نبدأ نفطر وبعدين نشرب القهوة ان شاء الله ونتحرك. بس دلوقتي اتحركنا وان شاء الله رايحين على المؤتمر. هو المؤتمر بيبقى ماشي ازاي؟ ان كذا حد عمل بحث والابحاث دي اتقبلت طبعا، وكل واحد المفروض بينشر او بيجي يعرض الكلام اللي هو نشره في البحث بتاعه. 3 ايام ان شاء الله متقسمين، بحيث ان كل واحد تقريبا بياخد ربع ساعة يعرض الموضوع بتاعه، وبعدين 5 دقايق ل 10 دقايق اسئلة وخلاص. وطبعا برضو بيكون في ناس كبيرة، يعني بروفيسورات كبار، دول المفروض هم الكبار الصغار، يعني بيجوا يتكلموا عن اخر التطورات في الابحاث بتاعتهم او كده. ده المفروض اول مؤتمر ليا ان شاء الله، يا مسهل. المفروض المؤتمر بدأ بقاله ربع ساعة. بدايته المفروض ان بنعمل ريجستريشن، بنيجي نسجل، وانا جاي كده متاخر ربع ساعه بس قشطه يعني. هو المفروض اول الفتره دي بيكون في زحمه، فخلونا نشوف هيمشي الموضوع ده ازاي. هو ده المكان اللي هيتعمل فيه المؤتمر. برضه زي ما انتم شايفين تماثيل عريانه. انتوا ربنا يبارككم يا وسخين. هو ده المكان اللي هيتعمل فيه المؤتمر. Can we just get your name one more time? That's Sorry. okay. You have a long day. Yeah. Have a nice time. Thank you so much. So that's it, yeah? Yeah, that's all. دي القاعة الرئيسية للمؤتمر، هتكون هنا المقدمة هيقدمونا هنا المفروض، وبعدين هيكون في إن شاء الله كذا قاعة علشان المحاضرات اللي احنا هنقدمها. بس خلينا ناخد جولة في المكان. زي ما قلت لكم هنا يعتبر هنا زي متحف، فتعالوا ناخد جولة كده نشوف ايه اللي موجود. حاجات من الشركات. ده روبوت المفروض بيعمل اللعبة دي، فلسه لما نبدأ إن شاء الله اليوم أكيد هيبقى في ناس عشان تشرح ايه اللي بيحصل. ده الكارت المفروض، كارت التعريف. بس نكمل نشوف اللي موجود. ده روبوت تاني، زي ما انتم شايفين بنقل الحاجة من مكان للتاني. والتركيز طبعا على الدقة هنا، انه بتتحط بالظبط في الفتحة اللي موجودة. ده المفروض الجدول بتاع المؤتمر هنا، وانا المفروض المحاضرة بتاعتي يوم الجمعة ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين برضو تمثال ورايا، تمثال في وسط القاعة وبرضه عريان. يا وسخين. ده اسمه بالاس اوف ساينس، المكان اللي احنا فيه هو مكان المفروض للعلوم، فالمفروض فيه مشاريع وفيه ابحاث والكلام زي ده. مش عارف الحاجات دي شغالة ولا لا. ده دراع روبوت، هل بيتحرك؟ لا، مقفول مش شغال تقريبا. لسه الحاجات دي ما اشتغلتش، هيشغلوها ان شاء الله لما المؤتمر يبدا بجد. المفروض المؤتمر هيبدا من الساعه 9 الافتتاح، يعني هيفتتح الساعه 9 وبعدين هيبقى نظام قاعات. في المفروض كتاب كده المفروض اقعد اقرا دلوقتي، على اساس بختار ايه المحاضرات او ايه الحاجات اللي انا عايز احضرها وبشوف فيها في اي قاعه وكده. فده اللي هنعمله دلوقتي. في كافيه برضه شايفه هناك، في روبوت جوه في المطعم او في المطبخ. في روبوت هو اللي بيشتغل في الكافيه اللي جوه، بس مش عارف برضه هيشتغل امتى. المفروض هو ده الكتيب اللي فيه العناوين زي ما انتم شايفين كده. المفروض الواحد يقرر ايه المحاضرات اللي هيحضرها من الكتيب ده. دي المحاضرة بتاعت حسام، فحسام عشان صاحبنا لازم نحضر له حتى لو الموضوع مش عاجبني. انا بتكلم مع الكاميرا بيفتكروا ان انا بتكلم معاهم، فالموضوع غريب شوية. Just don't think that I'm crazy, I'm talking to the camera. Yeah, for a second I thought you were crazy. صح، ده الأخ خليل، صديق برضو عزيز من فلسطين، برضه في نفس الشركة اللي فيها حسام، فعمل نشر البحث، فكلنا مجموعة في الهوا سوا. الباشا اللي جاي ساعة متأخر ركز مع الراجل عشان احنا بنيجي المؤتمرات عشان نسقف. بقول لك احنا هنا عشان نسقف، احنا هنا عشان نسقف. Maybe we need more robots, right? Maybe the object is bulky and big. Maybe we're really have these scenarios. They extended it in another work. المحاضرة كانت عظيمة الصراحة، ما شاء الله شغلهم كان كبير جدا. خلاص كده خلصنا القاعة دي، المفروض نمشي من القاعة ديت ونبدأ محاضرات في القاعات التانية. دلوقتي المكان اللي فيه المشاريع اتزحم زي ما انتم شايفين كده. بصوا المشروع ده. What's exactly this? Like robot fish. Mm-hmm. We're
using bionic technology, so it's a combination of biology, electronics, like this part, which is fishtail, can be used as a breaker on a robot, so delicate stuff. Yeah. So this is just like, A model. you know, funny explanation of it, but Yeah. it's actually used as a breaker. Yeah, you can easily adapt to any object. This is just from the design, yeah? Yeah. Like from the design sheet. Okay. We made like a fishtail, like the series part. Yeah. And inspiration for this is like chameleon tongue. Like you can. Okay. Like grab, It's like a chameleon tongue. So adapt to the object and suck it in. the main point is like using things you see in nature, like plants or animals, in robotics. As example. That's really nice. Okay, thank you. You're welcome. رجعنا تاني للروبوت ده وزي ما انتم شايفين الدقة بتاعته دقة عالية جدا. So I wanted to ask about something, the speed. Is it like this is the maximum speed or No, but you know, everyone's moving around, so you're gonna yeah, so it's for safety. yeah, nothing happening or something. Okay. For every step it takes, like it has to orient itself again. We move it here, so we have to recalibrate, and because of the precision, you know, because Yeah. it's even less Too precise, yeah. than a millimeter, yeah. If the rotation is quite big, then we have to just place it here, all Yeah. parallel to be sure that it will fit everything in place. That's interesting. بس فزي ما انتم شايفين المشاريع ما شاء الله حلوه كلها والمكان فعلا ظريف ما شاء الله. بس لسه اعرف ان في فوق حاجات تانية الواحد يشوفها في الادوار اللي فوق. بس نشرب القهوه وبعدين نطلع نكمل. هندخل دلوقتي القاعات ونبدا المحاضرات التانية بعد المحاضره العظيمه اللي شفناها الصبح. بعد المحاضرات دلوقتي فتره الاكل. ده الاخ خليل مره تانية. بس هنستنى الشباب بقى يجوا. اعتقد هنا اكيد في اوبشنز فيجن صح؟ الفيجيتيريان اغلى من العادي تقريبا. بحس انه هم بيحاولوا يقربوا لسعر اللحم بحيث انه انت يعني انت ممكن اعطيك خيار ثاني غير اللحم. هم عايزين يقللوا للناس انها تاكل لحمه. مفيش لحمه كتير سندوتش الفلافل ب 4 يورو ليش؟ بالظبط يعني يعني مش انا لحمة يعني. اشتري دونر اللي هو اللحمه اشتري لحمه ولا فراخ اشتريها ب 5 يورو. هنا بسموها لحم الفقراء يعني قد ما هي رخيصه كثير. طعميه وفول ده اكل فايد في مصر فعلا. فهنا الواحد عشان ياكل طعميه يدفع ثمن اللحمه فحاجه غريبه جدا الصراحه. الاكل موجود. في عندنا الثلاث حاجات دول. هنجيب اكل فيجن كالعاده. ثانك يو. Now some of طب فعلا طعمه حلو. طعمه حلو. You can go with your mama. Yeah. Yeah. I got to stick with them now. دلوقتي رجعنا على مكان المؤتمر تاني بعد ما اتغدينا. طالعين دلوقتي المفروض على رحلة جماعية. الناس اللي في المؤتمر طالعين مع بعض في باص على قصر تاريخي المفروض. انا برضو لسه على رأيي من امبارح ان انا عايز اطلع النهر فامشي في الشارع واروح لحد النهر. بس الشباب عايزين يطلعوا فهنطلع مع بعض ان شاء الله. زي ما انتم شايفين الزحمة عاملة ازاي. وصلنا. الجنينة بتاعت أو الساحة بتاعت القصر كبيرة جدا. لما نمشي جوه الساحة بقالنا 3-4 دقايق بالباص. المنطقة دي تنفع قاعة أفراح. تنفع قاعة أفراح. عشان بدك تتجوز بتحكي هيك. صح والله مو. هندخل القصر دلوقتي. برضو ناس عريانة. هنتفرجش ليه؟ بيمشونا بسرعة ليه؟ It's like the three of us, not the three of us. الناس كلهم سابونا. بقينا 4 بس. Yeah, I know. That's why I said it's the most beautiful one here. Yeah.
You will see everything from We Florida. need a corner for PlayStation and a couple of friends. Definitely. There's a tool soda. زخرفة كتير، زخرفة كتير وألوان كتير. عفش شبه بتاع دمياط ده. بتاع دمياط بيكون أفخم. لسه بيجمعوا الناس هنا. Welcome to the most beautiful part of the Royal Palace, which is the basement, and private part for himself. التصاميم في الغرف هنا فيه ألوان كتير. دي غرفة تانية زي ما انتم شايفين. وبعدين هنا زي غرفة السينما دي ولا ايه؟ مهرجة كتير. غرف تانية من القصر. والجنينة برا، الخضرة اللي برا. هنا حتى الغرفة التانية ديت، بس هنا الفيو بتاعها أحلى. التراس بتاعها عظيم، كبيرة أوي. الفيو هنا من هنا رائع. لو عملوا قاعة أفراح هيكسبوا كتير. بيعملوا عرض هنا. طب والله تنفع قاعة أفراح. Thank you. Okay, you have apple juice, Coke. This is apple juice. Apple juice. Thank you so much. Thank you. بس المكان فعلا ما شاء الله شكله شيك. المكان شيك قوي. شايفين الغروب من هنا. نخلي الغروب هنا من السطح مثلا. حاجة في منتهى الراحة ما شاء الله. بس مستمتع بعصير تفاح. معظم المشاريب اللي موجودة، معظم الويلكم درينكس عبارة عن الكحوليات. عصير تفاح ولا خمرة؟ ده السؤال. اضحك عليهم. عصير تفاح. بس الواحد كان بينقي، يعني عنده من كل حاجة نوع. تقول لك المكان ده ينفع ايه؟ سلطة أفراح. سلطة أفراح، والله تبقى بجد ينفع سلطة أفراح من الأغاني اللي بيعملوها دي. وهي الفرقة موجودة يعني جاهزين. دبكة كانها بس مختلفة، دبكة مختلفة.